الشخص اللي بيتكلم كويس بيبقى عنده كده احساس بالفطرة انه بيبقى عارف هل الجمهور اللي قدامه مهتم بالكلام اللي بيقوله، مستمتع ولا لا، ولا كمان حاسس بملل ومش مهتم. ولحسن الحظ في اشارات بتتعمل بالايد مع الوش والايد مع الدقن، ودي بتبقى عاملة زي الترمومتر اللي بتعرف من خلاله هل الشخص اللي قدامك مهتم كفاية باللي انت بتقوله، ولا بيفكر فيه، ولا حاسس بملل. يلا نشوف. لو انتوا اتنين بتتكلموا مع بعض، فالشخص اللي بيتكلم لو انت حسيت ان كلامه فيه زهق او انت زهقت من الكلام بتاعه، الموضوع ما بيجيش مرة واحدة، لا بيجي تدريجي. انت في الاول عشان تبتدي بتجامله يعني، ومش عايز تكسفه وتقول له خلاص انا زهقت من كلامك، فبتبتدي غصب عنك الابهام بيسند على دقنك بالطريقة دي. وكل ما زاد الملل اكتر، الابهام بيتحول لقبضة الايد كاملة، وبعد كده الموضوع بيزيد اكتر بحيث ان ايدك كلها بتبقى ساندة على خدك بالمنظر ده. والمرحلة الأخيرة وإن إيديك الاتنين هي اللي بتسند راسك، في محاولة إن أنت ما تنامش أو إن أنت تمنع راسك إنها تقع منك. والدليل برضو أنت ممكن تكون بتقول لواحد يا عم خلاص بقى ده أنا هنام منك من اللي أنت بتقوله ده كفاية. فالإشارات اللي أنت بتعملها بإيدك دي دليل على إن أنت زهقت من الشخص اللي قدامك أو من كلامه بمعنى أصح. طيب وفي حاجات تانية برضو أو إشارات تانية مختلفة بس ملهاش علاقة قوي بموضوع الملل، زي مثلا لو انت قاعد مثلا بتخبط بضفرك كده او بصباعك على الترابيزة بسرعة، او بتهز رجلك في الارض او بتخبطها في الارض بقوة او بسرعة، فدي مش معناها ان انت زهقت من الشخص، لا بالعكس، دي معناها ان صبرك ابتدى ينفذ، صبرك خلاص نفد. وكل ما كانت حركات الايد او ان انت تخبط بايدك على الترابيزه اسرع، كل ما صبرك او ده دليل على ان صبرك خلاص انت في اخر مرحله من ان صبرك خلاص هيجيب اخرك يعني. طب لو انت بقى بتتكلم مع شخص وبتعرض رأي او فكره معينه، والشخص ده لقيته ابتدى يعمل الاشاره دي، الاشاره دي مش معناها خالص انها اشاره ان هو زهق من كلامك، بل بالعكس دي اشاره تقييم، هو بيقيم كلامك ومهتم بيه بصوره كفايه. بس برضو في فرق مهم جدا، لو الشخص اللي قدامك وانت بتتكلم وبتعرض رايك ولقيته بيسند بايده بحركات خفيفه كده على دقنه على وشه، فهو مهتم حقيقي بالكلام بتاعك. بس لو خد الوضع ان الابهام هو اللي يسند على الدقن والسبابه لفوق وصباعه مغطي بقه، فالشخص ده عنده رأي مخالف تماما او رأي سلبي للرأي اللي انت بتقوله. ولو بعد كده الموضوع اتقلب لوضع الايد على الدقن، فخلاص الشخص دوت بعد ما قيمك وعرف اللي انت بتقوله ابتدى يحس بزهق وابتدى ياخد الوضعية دي. Up on top the tank, up into the turret, down the bottom, out again, underneath the tank. We did this 50 times. I tell you. قبل ما نكمل، لو المحتوى ده فادك ما تنساش تشترك في القناة، وكمان اكتب لي في الكومنتات لما بتحس بملل ايه الاشارة اللي انت بتعملها. اما النوع اللي بعد كده او مجموعة الاشارات اللي بعد كده، لما انت مثلا بتيجي تعرض فكرة او بتاخد رأي واحد صاحبك في موضوع، فتلاقي صاحبك بيعمل ايه، بتلاقيه مثلا ابتدى يحك دقنه او يخبط بايده على دقنه، ودي كلها زي اجراءات مماطلة او اجراءات ان هو بياخد قرار. فالمعنى الغالبي للحركات دي ان هو بيفكر في الكلام اللي انت بتقوله وبعدها هياخد القرار بتاعه. طب تعرف منين القرار اللي هياخده سواء قرار ايجابي او سلبي؟ بص على الاشارات اللي هيعملها بعدها. لو لقيته ابتدى يرجع بظهره لورا وخد وضعية تانية الدراعين، او خد وضعية التقييم او النقد السلبي مع كمان انه يحط رجل على رجل، فده معناها ان اجابته الجايه هتكون لا. والحل ان انت تلحقه قبل ما يقول كلمه لا، ان هو يرفض او يرفض العرض بتاعك او الكلام بتاعك، الحقه تاني ان انت تبتدي تعرض عليه الفكره التانيه، سواء لو في مميزات او تعيد عليه نقط تكون شايف ان هي مثلا وقعت منك ما نسيت تقولها له، حاجه زي كده بحيث ان هو يغير رايه. اما لو بعد مجموعه التقييم او بعد ما بيحك دقنه ابتدى يميل بجسمه لقدام وياخد وضع المنفتح ويبتدي يتكلم معاك، ولو انت بتعرض عليه منتج ابتدى يمسكه، فتوقع ان هو هيوافق على العرض بتاعك. وكمان في طرق تانية برضو او اشكال تانية للشخص اللي عايز وقت يفكر فيه او اجراءات المماطله عموما. فلو مثلا واحد بيلبس نظاره زي كده، ممكن تلاقيه هو بياخد قرار او بيفكر في القرار، ممكن تلاقيه خلع النظاره وابتدى يحط دراع منها في بقه. ولو واحد بيشرب سيجاره هتلاقيه مثلا رجع بظهره لورا وخد نفس من السيجاره. ولو مثلا معاه قلم في ايده هيبتدي يحط القلم في بقه. فده مش معناه خالص لسه ان هو رفض اللي انت بتقوله، بس ده معناه ان هو محتاج شويه وقت عشان ياخد القرار بتاعه.
فاديله وقته خالص وابتدي ركز في الاشارات اللي هيقولها بعد كده. اما بقى في المجموعه اللي بعد كده، فلو انت مثلا جيت طلبت من واحد صاحبك ان هو يجيب لك حاجه معاه وهو جاي، وبعد ما قابلته جيت تساله عن الحاجه دي، فاول ما قلت له جبت لي الحاجه دي فلقيته بيعمل ايه؟ نسيت، خبط بايده على راسه من فوق. فده معناه ان هو فعلا نسي اللي انت بتقوله، بس هو مش خايف منك. يعني انتوا صحاب وفي بينكوا عشره فالموضوع عادي، بس هو فعلا نسي فبيخبط بايده على الجبهه بتاعته. اما بقى لو شخص فعلا انت بتخاف منه وطلب منك حاجه وانت نسيتها فعلا، فهتلاقي الوضع مختلف. بدل ما هتقول نسيته بتخبط بايدك على راسك، هتخبط بايدك على رقبتك من ورا. وده دليل برضو، او مش ده دليل، ده بيوضح نوع الشخصيتين اللي بيعملوا كده. فالشخص اللي بيخبط دماغه لما بينسى حاجه بيخبط ايده على راسه، الشخص ده بيبقى غالبا شخص صريح ومنفتح. اما الشخص اللي بيخبط بايده على رقبته لما بينسى حاجه، فده شخص غالبا يعني شخص بيبقى سلبي وبيميل للنقد. وكمان في قصه حقيقيه تعال احكيها لك. في مجموعة من المصورين أو من باحثين لغة الجسد يعني عملوا لقاء تلفزيوني مصور مع واحد، وابتدوا يسألوا الشخص ده مجموعة أسئلة. الشخص لما كان بيتكلم في وضع انفتاح، ايده مفتوحة ومايل بجسمه لقدام وكف ايده مفتوح، والموضوع جميل خالص. بس بعد سؤال معين بصوا لقوه رجع بظهره لورا وابتدى يحك مناخيره وابتدى يغطي ايده على بقه. فاستغربوا جدا لدرجة ان بعضهم فسر الاشارة دي ان هي اشارات منفردة خالص ملهاش علاقة بسياق الحوار. بس بعد ما خلصوا وابتدوا يعرضوا الشريط الفيديو للراجل اللي كان بيتكلم، وقالوا له انت ليه عملت كده هنا؟ ليه حطيت ايدك على بقك او حكيت مناخيرك؟ فرد ببساطة وقال لهم السؤال اللي انتوا سألتوه لي ده كان ليا عندي وجهتين نظر فيه، او فكرت فيه بطريقتين. فكرت فيه بطريقة ايجابية وفكرت فيه بطريقة سلبية ان انا ارد عليه. فلما جيت اقول الرد السلبي او فكرت فيه، عملت الاشارات دي ان انا حكيت مناخيري وحطيت ايدي على بقي. بس لما غيرت رأيي وابتديت افكر في الرد الايجابي، ايديا نزلت مرة واحدة وخدت الوضع المنفتح زي ما هو. فالخلاصة ان اشارات اللي انت بتعملها لازم تكون في السياق، عشان ده بيبقى من السهل جدا ان انت تقرأ اشارة او تفهمها غلط. فلازم تكون في السياق وتربطها بكذا تعبير زي ما قلت. وكمان في اشارات تانية الاشخاص بتعملها وبتبقى مهمة جدا جدا واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها، زي مثلا انك تبص بعينك لبعيد، تبص بعينك لتحت، تبص بعينك بعيد عن الشخص اللي قدامك، او تبص في عينه مباشرة. ودي اسمها اشارات العين، واللي بتكشف حاجات كتير جدا معظمنا ما بيبقاش واخد بالنا منها. انا امير، شكرا انك وصلت للاخر. ولو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناة. سلام.